هاي الكليجة شيء أساسية بالعيد. العيد إذا ما بيه كليجة ما يعتبر عيد. في مدينة الرمادي حيث تتجذر العادات في كل بيت تبدأ قصة مختلفة، قصة أختين جمعت بينهما الموهبة والشغف فحولتا حب الطفولة إلى مشروع يلامس قلوب الناس قبل أذواقهم. في كل عيد كانت رائحة الكليتشة تملأ المنزل، تمتزج بحكايات العائلة وضحكات الصباح، لكنها لم تكن مجرد وصفة بل ذكرى صنعتها الأيادي بحب. كبرت الأختان وتفرقت بهما مشاغل الحياة، لكن شيئاً واحداً بقي ثابتاً: الكليتشة التي تعلمتا إعدادها منذ الصغر. في أحد الأيام جاءت الفكرة: لماذا لا يتحول هذا الشغف إلى مشروع؟ بدأت الرحلة بخطوات بسيطة، إذ صنعتا الكليتشة للأقارب والجيران، وسرعان ما لاقت استحسان الجميع. كانت النكهات تحمل طابعاً خاصاً، لمسة من الماضي بنكهة الهيل والتمر، وحرص شديد على أن تبقى كما كانت بطعم يذكر الناس بأيام العيد الأولى. الكليجة بالنسبة لنا عادات وتقاليد، يعني العيد ما يعتبر عيد إذا مو كليجة. بالنسبة لنا العيد ما يعتبر مو كليجة. الكليجة إذا مو بتشتغل بالبيت وريحة الكليجة بالبيت يعني تعتبر عيد. إحنا نشتغل بالكليجة من قبل. كليجة إنه كليجة شغلة أثرية قديمة من العالم تحبها، فإحنا مشروعنا إنه أكلاتنا أغلبها شعبية قديمة، فالكليجة من ضمنها. كليجة أهل الأنبار خاصة تختلف طريقة العجن وطريقة الدهن الحر اللي يخلوا بيها. طريقة العجن باقي المحافظات يخلون الزبد وغيره، إحنا هنا نخلي الدهن ودهن الحر بيها. تختلف طريقة الكليجة عن باقي المحافظات. شغل البيت أضبط من شغل الأفران المحلات. طبعا شغل البيت أفضل، طعمها يطلع أطيب. تعرف المكونات اللي تخليها والأشياء اللي تخليها بيها، والطعم أنت تتحكم بالنكهات اللي تريدها تخليها. ناس تخلي هيل، ناس تخلي فانيلا. كليجتنا هسه عينا يعني تختلف إنه شنو نخلي. إحنا نضيف هيل وحبة حلوة وحبة سودة بالعجين. دخلنا حشوات جديدة، دخلنا الفستق الحلبي، دخلنا الجوز يعني مع التمر، جوز وحدة. كانت قبل الكليجة بس حبقوم وتمر يسووها بسمسم. كبداية الكليجة كانت يعني كنا مسويها فلاقوها اللي يجون الزبائن علينا فقاموا يطلبوها. سر نجاح الكليجة إنه تختلف عنه طريقة العجن والشغل الحشو والشي. سر نجاحها. بلشنا بمشروع الكليجة، إحنا مسوين كليجة العيد. جمع أحد الزبائن لاقوها قاموا يطلبون من عندنا. أنصحها بيها. موجود الجوز، موجود الفستق الحلبي، موجود السمسم، موجود المبروش. كليجة الرمادي هي كليجة الأنبار عامة، تختلف عن المحافظات. لم يكن المشوار سهلاً، فالتحديات كثيرة، من تلبية الطلبات المتزايدة إلى الحفاظ على نفس الجودة التي ميزتهن منذ البداية. ومع ذلك استمرت الأختان بإصرار وحب حتى أصبح اسمهما معروفاً في الرمادي، وصار مشروعهما جزءاً من فرحة العيد في بيوت كثيرة. اليوم لم يعد الأمر مجرد صناعة الكليشة، بل هو امتداد لإرث عائلي وتاريخ يحكى في كل عيد. فالكليشة ليست مجرد حلوى تقدم، بل هي رسالة أن الطعم الأصيل يبقى، وأن ما يصنع بحب يصل دائماً إلى القلوب. الكليجة مكوناتها الطحين، الشكر، الهيل، حبة سودة، وأهم شي هو فقرة بها الدهن. وطريقة الحشو، أكو ناس تحب المبروش، أكو ناس تحب السمسم، أكو ناس تحب الجوز، ناس تحب الفستق الحلبي، تمر وجوز، حلقوم، ناس تحب الرقاق. أكثر وقت يطلبوها بالأعياد والدوام المدارس يطلبوها ريوق. هاي الكليجة شيء أساسية بالعيد. العيد إذا ما بيه كليجة ما يعتبر عيد. هاي دائما يعني للخاطر لازم تتقدم للكليجة. إحنا داخل محافظة الأنبار نشتغل الكليجة، نضيف لها دهن حر، بس خارج المحافظات يخلوا لها زبد، يريدون تمر وجوز أكثر الطلبات. يعني أخبط التمر والجوز الطلبية أكثر هم يطلبوها. مع تزايد الطلب واجهت الأختان تحديات كبيرة، من توفير المكونات بأفضل جودة إلى الالتزام بالوقت
وتسليم الطلبيات في موعدها. كان العمل يتطلب جهداً مضاعفاً، خاصة في أيام العيد، حيث يصبح الطلب على الكليتشة أكبر من أي وقت آخر. لكن رغم التعب لم تتنازلا عن الدقة في التحضير، لأنهما تعلمان أن سر نجاح الكليتشة ليس فقط في المكونات، بل في الحب الذي يعجن معها، وفي التفاصيل الصغيرة التي تجعل كل قطعة تحمل طابعاً خاص. الكليتشة ليست مجرد مشروع أو مصدر رزق، بل مسؤولية في الحفاظ على تراث عائلي قديم. فهذه الحلوى لم تكن يوماً مجرد طعام يقدم في الأعياد، بل عادة متوارثة تحمل معها ذكريات الطفولة ولمة العائلة وضحكات الصغار وهم ينتظرون خروجها من الفرن. لذلك تسعيان لأن تبقى الكليجة جزءاً من كل بيت، كما كانت دائماً تصنع بالحب وتقدم بفرح، وتبقى رمزاً للعيد مهما تغيرت الأزمان.